السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم بإذن الله. هنا هبتدي معاكم يوم ان انا هفرش اوضة الاطفال معاكم، اوضة ولادي يعني معاكم. انا كنت امبارح خلصت كل حاجة، سيقت وفرشت السجاد والستاير كل حاجة. بس خليت السراير يعني بتاعت العيال يعني في الاخر، لان اكتر اوضة بتتبهدل هي اوضتهم يعني وكده. قلت في الاخر خلاص، اخر حاجة يعني اعملها هي. قلت ايه بقى كنت برضو غاسلة الستارة بتاعتهم وعلقتها لهم، فاضل بس الملايات. قلت اغير الملايات كده بسرعة وابتدي يومي معاكم كده. قلت اغيرها معاكم، يعني حبيت اشارك يومي معاكم. بس بغيرها كده، انا بربطهم من الجنبين اللي انا بفكها دي عشان تمسك الملاية من الجنبين اللي جوه، عشان ما تتحركش، بالذات لو الملايات قماشتها ناعمة. افرش بقى طقم العيد. باحب اشيل ملايات كده، اللي انا اشيلها افرشها في العيد. بس بصراحة هو ده كان اول مرة افرشه يعني ما فرشتوش قبل كده، ده لسه جديد يعني اول مرة افرشه. حتى جاي بملايتين بس، يعني انا عندي 3 سراير. سرير مروان ملهوش ملاية زيهم، حتى زعلان يعني بيقول لي يعني اشمعنى ادم ومازن وانا لأ. قلت له ان شاء الله، بس مفيش ملايات جاهزة 3 سراير، هو كله ملايتين. هنا بس جبت مازن يشد معايا للمخدة. قلت له ان شاء الله فصل ويبقى 3 السراير شبه بعض، مع اني والله بتاع ده في مخدتين مختلفين، عشان هو الطقم جايب مخدة كبيرة وخدادية. الطقم ده بتاع الملاية بتاعت مروان، هو الطقم ده كان ملايتين عادي، بس ملاية منهم وقعت مني، كنت بلم الغسيل ووقعت ما راحت يعني. فبقيت احطها في الطقمة اللي بتيجي معاها مخدة واحدة كبيرة. بس قلت له متزعلش يا مروان، انا ان شاء الله افصل ويبقى ال3 سراير شبه بعض. وهنا اعمل بقى سرير مازن. بس كان هو ده بس اللي فاضل لي، كان كل ده قبل الفطار. حبيت اخلص كل حاجة قبل الفطار، عشان بعد الفطار كنت حابة ان انا انزل يعني اشتري شوية حاجات. وحتى كان عندي فطار يعني ما كنتش كنت هسخن، بس يعني انا كنت حاطاه اساسا على البوتاجاز، لان انا خلصت يا دوبك والمغرب كان بيقول الله اكبر. بس الطقم شكله شيك قوي يعني، من الالوان الموف. هو باين هنا اللي هو كحلي شويه، لكن هو على موف يعني، من الالوان اللي انا بحبها الموف. اهو الطقم ده اللي ملايه وقعت مني. والله هو شكله شيك قوي وقماشته جميله، بس الحمد لله. ايه رايكم في الاوضه بعد ما فرشتها؟ تعالوا بقى نشوف بقيه الشقه بعد ما خلصت خالص. طبعا دعك الحمامين امبارح بالليل مخليهم زي الفل، وهو المطبخ مفيهوش اي حاجه، والصالة اهي مروقاها وفرشة فرش العيد بقى. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. متنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده، وقولولي رأيكم بعد ما فرشت الشقة، رأيكم يهمني. والصالون كمان. يلا سلام يا حبايبي.